ثم تنهد وقال: يمكن ده أكتر وقت محتاج فيه تسمع كلام عنه، جايز قلبك يطيب والهدوء يتمكن منه. سيدنا النبي، تعرف إن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يعدي على حجر أو شجر كان يسمع صوت سلامهم عليه: السلام عليك يا رسول الله. ولما كان يمسك طوبة أو زلطة بين إيديه كان يسمع صوت تسبيحها وهي بتقول سبحان الله. ولو واحد سلم على النبي صلى الله عليه وسلم بإيديه تفضل ريحة إيد اللي سلم على النبي فيها ريحة العطر ولمدة كام يوم من أثر السلام. وكان عليه الصلاة والسلام معتدل الطول، تشوفه بين الطوال ما تقولش عليه قصير، وحواجبه كانت تقيلة وبين كل حاجب والتاني كان في خط شعر رفيع واصل ما بينهم. وعينه عليه الصلاة والسلام كانت سودة وواسعة ورموشه طويلة لدرجة انك تفتكر انه حاطط كحل وهو مش حاطط. وكان متسامح جدا وبيعدي. يعني سيدنا أنس بن مالك خدم النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين، مفيش حاجة عملها والنبي قال له عملتها ليه، ومفيش حاجة نسيها والنبي قال له نسيتها ليه. كان مريح عليه الصلاة والسلام. ولو ملس بإيده على شعر حد يفضل شعره اسود مهما عاش. وفي يوم النبي صلى الله عليه وسلم ملس على راس واحد من أصحابه، ففضل الصحابي ده عايش أكتر من 100 سنة ومفيش ولا شعراية بيضة في راسه. وكان عليه الصلاة والسلام لما يجوع يسأل أهل بيته: في أكل؟ ياكل، مفيش أكل ولا يتنرفز ولا يتعصب وينوي صيام ويكمل باقي اليوم صايم. ما كانش النبي صلى الله عليه وسلم عنده عبايات كتير، فواحدة من الصحابيات أهدت النبي صلى الله عليه وسلم عباية، وفي نفس اليوم اللي لبسها فيه وكان مبسوط بيها واحد من الصحابة قاعد وتأمل في العباية، وبعدين قال للنبي صلى الله عليه وسلم: اكسنيها يا رسول الله، ما تدهاني. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما رضيش يديها له بإيديه، ولكن قلعها ولبسها له بنفسه. كان لبسه حلو عليه الصلاة والسلام. فالصحابة أنبوا الصحابي اللي خد العباية ولموه: ازاي تاخدها والنبي ما عندوش أكتر من واحدة؟ فساعتها رد عليهم وقال لهم: والله ما خدتهاش طمعا، ولكني خدتها علشان تكون كفني وتكون شفاعة علي في قبري. وتعرف ان النبي صلى الله عليه وسلم لو حد شافه من بعيد كان يقول الشمس طلعت من كتر نوره، ولو حد شافه من قريب كان يقول القمر طلع من كتر حلاوته. كان جميل عليه الصلاة والسلام. وعلى فكرة برضه لما بتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم يعتبر بر الوالدين، لانك لما بتصلي عليه اسمك واسم اهلك بيتذكر عنده: فلان ابن فلان بيسلم عليك يا رسول الله، فلانة بنت فلان بتسلم عليك يا رسول الله، فبيعرفك عليه الصلاة والسلام بالاسم. وأكيد برضه أنت عارف إن النبي صلى الله عليه وسلم كان بعيد كل البعد عن التعصب، لدرجة إن واحد أعرابي من أهل الصحراء وقف في يوم والنبي صلى الله عليه وسلم بيخطب في الصحابة وبال في نص المسجد، فالصحابة غضبوا جدا. فالنبي صلى الله عليه وسلم منعهم إنهم يأذوه ولا يجرحوه، ولكن يجيبوا شوية تراب ويرموها على البول بتاعه، ويا دار ما دخلك شر. وتعرف إن النبي صلى الله عليه وسلم في يوم دعا لسيدنا أنس بن مالك بزيادة الرزق وطول العمر وكتر الأولاد، فبقى سيدنا أنس بن مالك من أغنى الناس، وربنا جعل عمره أكتر من 100 سنة ورزقه بأولاد أكتر من 120 ولد من صلبه، لدرجة إنه راح الحج في يوم ومعاه 70 ولد من أولاده ببركة النبي صلى الله عليه وسلم. وكان عليه الصلاة والسلام ذوق جدا، لدرجة إنه لو شاف حد جاي من بعيد كان لازم ياخد جنب ويقعده جنبه. وتعرف برضه إنك لما تقول اللهم صل على سيدنا محمد ربنا هيرحمك 10 مرات. يعني لو احتمال دخولك النار 10 من 10 بعد لما تصلي على النبي بنية صادقة، بإذن الله احتمال دخولك النار يكون 0 من 10. وعاوز أقول لك إن أبخل الناس مش هو اللي بخيل بالمال ولا بالأكل ولا بالشرب، ولكن أبخل الناس هو اللي يسمع اسم النبي صلى الله عليه وسلم وما يصليش عليه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. السلام عليكم.